في البداية مصر ما كانش عندها وحدة نقدية محددة تمثل أساس النظام النقدي. كان التعامل بيكون بالعملات الذهبية والفضية لغاية سنة 1834، واللي فيها اتصدر مرسوم خديوي لإصدار عملة مصرية جديدة، وفعلا تم إصدار الجنيه المصري، واللي اتسمى بالاسم ده لأن مصر في الفترة دي كانت تحت الاحتلال البريطاني، وطبعا كان عملتها الجنيه الاسترليني، وكان الجنيه بيتكون من 100 قرش، واللي اتغير اسمه سنة 1916 لمليم. وكانت قيمة الجنيه المصري بتتحدد عن طريق معايير الذهب اللي كانت معروفة في الفترة دي، واللي وصل قيمته ل7.5 جرام من الذهب. بس لما قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 تم ربط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني، واللي كان بيساوي ساعتها 9 جنيه مصري، يعني الجنيه المصري كان بيتفوق على الجنيه الاسترليني. وبعدها تم ربط الجنيه المصري بالدولار، واللي وصل قيمة الجنيه الواحد في عهد الملك فاروق سنة 1936 ل4 دولار، يعني الدولار الواحد كان بيساوي 25 قرش. واتراجعت قيمته بالتدريج ليصل الدولار ل 35 قرش سنة 1950. وبعد حركة الجيش في ثورة يوليو سنة 52 استمر التراجع التدريجي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ليصل الدولار في عهد الرئيس جمال عبد الناصر سنة 54 ل 40 قرش. وثبت ارتباط الجنيه المصري بالدولار عند مستوى 2.5 دولار بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر. وفي سنة 1978 اتغير سعر الصرف ل1.5 دولار لكل جنيه، يعني ال1 دولار بيساوي 7 جنيه مصري، وده بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري. ومن بعدها الجنيه ما شافش راحة وبدأ يتعوم بالتدريج على مر السنين. تعوم الجنيه المصري بشكل جزئي سنة 89، بحيث أصبح الدولار بيساوي 3.5 جنيه مصري، بس كان البنك المركزي مسيطر على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه. اتعوم الجنيه بشكل كامل سنة 2003، وشهد تراجع في قيمته حتى وصل ل5.5 جنيه مصري. وبعد التدهور الاقتصادي بعد ثورة 25 يناير استمر الدولار في التزايد ليصل لأرقام قياسية ما حصلتش قبل كده، بعد ما وصل الدولار 6 جنيه. وخلالها الفترة دي حصل تراجع كبير في الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية اللي وصل ل 15 مليار بنهاية سنة 2012. اتعوم الجنيه المصري تاني في 2016، وقبل صدور قرار التعويم كان سعر صرف الدولار مستقر في البنوك المصرية عند سعر 8.9 جنيه مصري. بمجرد صدور قرار التعويم حط البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار ب 13 جنيه، وده اللي عمل فوضى كبيرة في السوق واستغلال التجار التعويم، وقاموا بالمضاربة وحققوا مكاسب ضخمة جدا خلال أول فترة من التعويم. وبنهاية 2016 زاد سعر الدولار ل 19.5 جنيه مصري، وببداية 2017 بدأت السوق تدخل في مرحلة الاستقرار النسبي، ورجع سعر الدولار حاجة بسيطة ل 18.5 جنيه، وفضل يتراجع لغاية ما وصل ل 17 وربع خلال 2019، لينتهي بالحال لوصوله ل 15.5 جنيه بنهاية السنة. في 27 أكتوبر سنة 2022 قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفايدة 2%، وبعدها أصدر شهادات بلاتينية لمدة 3 سنين بعائد سنوي 17.5%. وبعد القرار ده بساعات نزل الجنيه المصري لأدنى مستوياته أمام الدولار ليصل ل 23 جنيه، وبعدها قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفايدة 3%، وبكده يكون رفع سعر الفايدة 8% خلال سنة 2022. في بداية سنة 2023 والناس بتحتفل بالسنة الجديدة، الجنيه المصري هبط تاني ووصل سعره ل 26 جنيه تقريبا في البنوك، ووصل سعره في السوق السوداء ل 31 جنيه. كل ده بسبب تحرير سعر الصرف عشان نعرف ناخد قرض جديد من بنك النقد الدولي. المشكلة إن مصر عومت الجنيه في 2016 وبعدين رجعت تسيطر عليه تاني لأسباب غير اقتصادية. كان من المفترض تكون تجربة التعويم تجربة واحدة أليمة، وبعدها بتصبح العملة حرة بيتحدد سعرها حسب الحالة الاقتصادية وقوانين العرض والطلب. وفي حالة دولة زي مصر، بل حتى مع الدول الأفضل اقتصاديا من مصر، بيكون الوضع الطبيعي بعد التعويم هو ثبات نسبي لسعر العملة أو تراجع خفيف لسعرها أمام الدولار، على اعتبار إن العملة بتعكس قوة الاقتصاد، واقتصاد دولة زي مصر بيعاني من شبه دايم في موارد العملات الأجنبية. وبعد التراجع اللي بيسببه التعويم فثبات سعر العملة بيكون عند المستوى المنخفض الجديد، وفي الحالة دي بيكون الفايدة الوحيدة من التعويم هي انخفاض عملية الاستيراد، وده بسبب ارتفاع أسعارها، وبتزيد عملية الصادرات بسبب انخفاض تكلفتها. في تعويم 2015 قفز سعر الدولار أمام الجنيه المصري في يوم وليلة من 9 جنيه لكل دولار لحوالي 13 جنيه، وبعد كده ل 18. فضل سعر الجنيه ثابت عند سعر ال 18 جنيه لحوالي 9 شهور، وبعدها نزل ل 17 جنيه بعد سنة من التعويم، وبعدين نزل تاني ل 15 جنيه ونص، وده كان بيعتبر خبر جامد للمصريين.
ما كانش ارتفاع الجنيه بيتم نتيجة تداول حر ليه، ولكن كان بيتم من خلال التدخل بأدوات كتيرة منها سعر فايدة مرتفع واللي اتقل الأعلى عالميا. ده أدى لتدفق رؤوس الأموال اللي اشترت الجنيه المصري بسعر 18 جنيه للدولار، باعته مقابل 15.5 جنيه، يعني حققت فيه ربح يقدر ب 15%. ده بجانب وجود فايدة سنوية بتقرب نفس النسبة. ومن أكبر التأثيرات اللي بيسببها التعويم هي الغلاء الفاحش، وده اللي حصل في التعويم الأول في 2016، واللي ساعتها ارتفع الأسعار بمعدل كبير جدا، وده اللي سبب مشكلة كبيرة جدا مع المصريين وخصوصا الطبقة الفقيرة والمتوسطة. المشكلة إن لما بيجي الجنيه يرجع ينزل تاني مش بتنزل الأسعار بنفس النسبة ولا بنفس السرعة، خصوصا في سعر الخدمات، فدي حاجة مش بتتراجع مع تراجع سعر الدولار. يعني مثلا لو صاحب قهوة بيبيع كوباية الشاي ب 5 جنيه لما كان الدولار ب 10، فلما بيزيد الدولار ل 20 جنيه فمن الطبيعي بيزيد سعر الشاي مستورد، فبيرفع سعر كوباية الشاي ل 10 جنيه. لما الدولار بينزل ل 15 جنيه مش هينفع ينزل سعر كوباية الشاي ل 7 جنيه ونص مثلا، لأن الشاي هنا مش مجرد سلعة بس، بل هي خدمة أكبر وأوسع، سعرها عادة مش بيرجع. ده اللي بيحصل بالظبط في مصر. الدولار نزل لحوالي 20% من قيمته أمام الجنيه، بس الأسعار ما نزلتش بنفس النسبة ولا نزلت أصلا، بل بالعكس ده فضلت الأسعار ثابتة وبتزيد. عشان كده المصريين ما استفادوش بأي حاجة لما نزل الدولار ل 15 جنيه، وده سبب في خسارة الاقتصاد الميزة الوحيدة للتعويم، وهي تنافسية تكلفة الإنتاج. بمعنى أصح لما بيحصل تعويم فمن الطبيعي عملية الاستيراد بتقل، لأن ساعتها بتبقى المنتجات اللي هتستوردها غالية، وعلى العكس عملية التصدير بتبقى تكلفتها أقل. وغير كده كمان بتحل مشكلة العملة الصعبة. المفروض إن دي كانت ميزة التعويم الوحيدة، بس الاقتصاد خسر الميزة دي بسبب عدم نزول الأسعار زي ما قلنا. بس كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وتستنى الفيديوهات الجديدة.